صفقات الزمالك، هل الزمالك متأخر في ملف الصفقات أو هل في بطء من مجلس الإدارة في حسم الملف الخاص بفريق الكرة ككل، مدير فني، تعاقدات جديدة، اللعيبة اللي هتمشي، كل ده؟ خلّيني أقول لك إن يعني بعيدًا عن الدبلوماسية في تأخير، ولكن تأكيدات من أكتر من مصدر داخل مجلس الإدارة إن هناك عمل بيتم وإن في سرية بتُفرض على يعني هذه المفاوضات سواء مع اللاعبين أو اللي حُسمت بالفعل الاتفاقات معهم في انتظار التوقيع الرسمي، وكذلك ملف المدير الفني. يمكن مش متعودين على السرية دي أوي في الزمالك، لأن طول الفترة اللي فاتت الحقيقة شُفنا تسريبات يعني حدث ولا حرج. أنت النهارده لو بتتفاوض ده على مع عامل ييجي يشتغل في النادي هتبقى معروفة المفاوضات دي، ففكرة السرية ربما لا تكون مقنعة لقطاع كبير من جماهير نادي الزمالك، اللي اتعود على إن يعني أخباره بتبقى على الملأ، لكن في النهاية النتيجة أو المحصلة النهائية هي اللي تهم جماهير نادي الزمالك. في قلق في قلق لأن القايمة الأولى المفروض تبعتها يوم 28. أنت لسه حتى الآن ما حددتش اللعيبة اللي هتمشي، ده بناءً على تقرير المدير الفني. طب المدير الفني الجديد اللي هييجي هل هيلحق إن هو يقيّم اللعيبة يقول أنا محتاج ده ومش محتاج ده؟ فأنت في الحالة دي هتلجأ لتقييم واحد من الاتنين، يا إما الكابتن أيمن الرمادي اللي رحّل بالفعل عن تدريب الفريق، وبالمناسبة يعني هو كان خلاص الموضوع بالنسبة له منتهي إن هو بعد نهاية بطولة كأس مصر، يا إما تقرير المجلس بناءً على استشارة يعني لجنة التخطيط وبعض المقربين من المجلس اللي شايفين إن في لعيبة تستحق الاستمرار ولاعيبة أخرى لا تستحق الاستمرار بقميص نادي الزمالك. ده ملخص الفترة اللي فاتت داخل نادي الزمالك. كان في انقسام في بعض الملفات، ملف جون إدوارد مدير التعاقدات يمكن يعني اتأخر أكتر من مرة بظروف يعني خارجة عن إدارة نادي الزمالك، وظروف أخرى تخص يعني برضو عملية التفاوض نفسها والصلاحيات الخاصة، واعتراض بعض أعضاء مجلس الإدارة على صلاحيات مدير التعاقدات. يمكن دي كلها أمور يعني هي اللي عطلت المفاوضات. لكن مجلس إدارة نادي الزمالك مطالب، مش مطالب إن أنت تفصح عن تفاصيل التعاقدات. أنت تعاقدت مع لاعبين، يمكن في 2 أو 3 لعيبة محليين تم الاتفاق معاهم في مراكز مختلفة، منهم خط الوسط الحقيقة اللي كان مركز مهم وحيوي بالنسبة لنادي الزمالك في الفترة أو الموسم اللي فات، منهم رأس الحربة. وبالمناسبة سيف الدين الجزيري ربما يعني لو هناك عرض نادي الزمالك مستقر على انه ولو هناك عرض قوي لرحيله ربما يوافق على رحيله، ولكن حتى لان المهاجم مستمر ب يعني ملتزم بعقده ومستمر، هو مش عايز يمشي الا اذا كان في نادي الزمالك هو نفسه عايز يمشي. لكن يعني اللي بقوله ان مجلس اداره نادي الزمالك مش مطالب ان انت تعلن تفاصيل، ولكن مطالب بتطمينات. تطمينات يعني ان انت تطمن جماهير نادي الزمالك ان في عمل بيتم، ما تسيبش الامور للتكهنات والظنون، وان الجماهير تضرب اخماس في اسداس وتفضل تقول المجلس نايم. والتكهنات اللي بتحصل دي اكيد في الفتره الحاليه هي فتره حرجه بعد موسم انقذته بطوله كاس مصر من انه يكون موسم صفري او موسم صعب على جماهير الزمالك. بالتالي مطلوب ان انت يبقى في شفافية في التعامل.